من الجهة التي ستتولى تنظيم كأس إفريقيا للسيدات 2026؟ تبدو المؤشرات وكأن الجامعة قد بدأت تعيد الضربات إلى الكاف، فيما تؤكد وثيقة حصرية أن موتسيبي يواجه ورطة حقيقية. ولمعرفة التفاصيل ابق معنا حتى النهاية. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو، حيث سنناقش تطورات حصرية. هل بدأت الجامعة فعلا في رد الصفعات إلى الكاف؟ ماذا جرى بخصوص تنظيم كأس إفريقيا للسيدات 2026 بعد الفضيحة الكبرى ومهزلة النهائي التي تورطت فيها الكاف بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ هل قالت الجامعة للكاف لن ننظم بعد اليوم، ما دمتم قد تكالبتم فابحثوا عمن ينظم لكم؟ وهل لهذا السبب توجه موتسيبي مسرعا نحو جنوب إفريقيا؟ بطبيعة الحال هناك كثير من الكلام. يوجد مصدر من داخل الجامعة خرج ليوضح بعض الأمور، لكنه ترك أيضا قدرا من الغموض. نعم، أوضح، لكنه أبقى مساحات غير مكشوفة. وهناك كذلك وثيقة تؤكد أن موتسيبي في مأزق حقيقي. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، متابعينا الكرام، نتمنى دعواتكم لبلادنا في هذه اللحظات، إذ تشهد بلادنا تساقطات غزيرة لم تعرفها منذ مدة طويلة، بل جاءت هذه الأمطار دفعة واحدة في وقت واحد وبدون انقطاع. نسأل الله اللطف وأن يحفظ الأرواح والممتلكات، وأن تمر هذه الظروف بردا وسلاما، وأن يعود الناس إلى بيوتهم سالمين بإذن الله. نبدأ على بركة الله. بالأمس خرجت نائبة وزير الرياضة في جنوب إفريقيا، وصرحت بشكل مباشر بأن جنوب إفريقيا ستنظم كأس إفريقيا للسيدات في ظل صمت من الجامعة وصمت من الكاف. هذه السيدة لم تتحدث عبثا، فكما يقال لا دخان بلا نار. من غير المنطقي أن تخرج بهذا التصريح من تلقاء نفسها دون وجود أمر ما في الكواليس. من المحتمل جدا أن تكون الجامعة قد قالت للكاف: وداعا، لقد تكالبتم وسنريكم معنى التكالب. ولا ننسى أن موتسيبي جنوب إفريقي، وربما استنجد ببلده في لحظة حرجة، لحظة كان فيها كل شيء علينا، الكلام علينا، والانتقادات علينا، وكل الضغوط علينا. قدمنا أفضل نسخة لكأس إفريقيا، والكافي حصدت أعلى عائدات إعلانية. ثم ماذا كان نصيب المغاربة؟ الاتهامات والإساءة وسمعة تقول إننا نشتري الكاف، في حين أن الكاف تدار من داخل إفريقيا، ومع ذلك وجهت السهام إلينا. ماذا استفدنا نحن من كل هذا؟ ما الذي جنيناه من هذه الضوضاء كلها؟ بطبيعة الحال هناك مطالب شعبية بين المغاربة تقول بوضوح لا لتنظيم التظاهرات الكروية الإفريقية. لقد تجاوزوا الحدود، وما فعلوه يكفي لأن نتوقف عن المجاملة أو الجري وراءهم. وإذا كان تصريح نائبة وزير الرياضة في جنوب إفريقيا دليلا على شيء، فهو أن موتسيبي ربما أسرع فعلا نحو بلاده. لكن المفاجأة قادمة. بعد هذا التصريح ومع إعلان الاستعداد يبرز سؤال: هل جنوب إفريقيا قادرة فعلا على التنظيم، وهي التي تعاني انقطاعات متواصلة في الكهرباء وأزمات سياسية حقيقية؟ هنا تتضح الورطة التي يعيشها موتسيبي ومحاولاته للخروج منها. بصراحة أقول إنه يستحق، فمهما قدمت المملكة المغربية للكاف ظل الظلم يطبق علينا أمام عينيه دون أن يتدخل. لم يصدر بيانا حاسما، فقط قال إنه غير راض. وماذا بعد؟ ماذا سنفعل بعدم رضاه؟ ما الربح الذي عاد على المغاربة من تنظيم تظاهرات الكاف؟ العائدات الإعلانية ذهبت للكاف وصورتها تحسنت عالميا، أما نحن فماذا أخذنا؟ ثم كأس إفريقيا 2028 لا يزال الغموض يحيط بمن سينظمها. إثيوبيا ترشحت وهي لا تملك حتى الملاعب الكافية، تبحث عن ملاعب لمنتخبها، فكيف بتنظيم بطولة قارية؟ الجزائر التي كانت تنافس على نسخة 2025 تراجعت، الجميع يتراجع، وإثيوبيا تحاول بناء ملعب أو 2 قبل 2028. وضع صعب. قرار الكاف بجعل التظاهرات كل 4 سنوات دليل على شح الملاعب والبنية التحتية في إفريقيا، ودليل على ورطة تنظيمية حقيقية. موتسيبي لم يجد أمامه سوى جنوب إفريقيا، لكن الوثيقة التي ظهرت ستضعه في مأزق أكبر. حكومة جنوب إفريقيا نفت رسميا إعلانها استضافة البطولة بدلا من المغرب. وكذبت تصريح نائبة الوزير، مؤكدة أن الأمر يتطلب التزامات ضخمة: موافقة المدن، الملاعب، الإقامة، النقل، تعبئة أجهزة الدولة. والبلاد تعاني أصلا من أزمات.
في الخلاصة، أنتم ترون الملاعب موجودة، نعم، لكن بلادنا تعيش فيضانات حادة، وهذا ليس وقت التنظيم وليس توقيتا مناسبا لاحتضان تظاهرة كروية كبرى. سنرى الآن ماذا قال مصدر الجامعة، لأننا هنا نرجح ولا نجزم أنه من غير المعقول أن تخرج تلك السيدة وتدلي بتصريحاتها عبثا، لولا أن موتسيبي توجه إليهم مسرعا بعد أن ألم به أمر ما. لا شيء رسمي ظهر للعلن، لكن من الواضح أن شيئا حدث خلف الكواليس. دعونا نكمل التفاصيل. بلاغ صادر عن وزير الرياضة في جنوب إفريقيا اعتبر أن الحكومة لم تتخذ أي قرار، لا بقبول استضافة هذه النهائيات ولا برفضها، وأن تصريحات نائبة الوزير كانت مجرد تعبير عن التزام جنوب إفريقيا تجاه الكرة الإفريقية، لا أكثر. وأكد البلاغ أن المغرب لا يزال هو البلد المستضيف رسميا للبطولة، ولم يصدر أي قرار رسمي بنقلها، مضيفا أن جنوب إفريقيا جاهزة فقط لدعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إذا دعت الحاجة لإيجاد حلول بديلة، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الحكومية والاتحادية المعمول بها. لكن السؤال يظل مطروحا: لماذا تخرج نائبة وزير الرياضة في هذا التوقيت بالذات وتعلن جاهزية بلادها لتنظيم هذا التحدي الكروي؟ هل هو تحد في وجه موتسيبي أم رسالة غير مباشرة؟ عند البحث وجد مصدر جامعي صرح لأحد المواقع المغربية بأن ادعاءات جنوب إفريقيا بشأن التنظيم ليست سوى اضطراب داخلي، وأن الجامعة تركت موتسيبي يتحرك وحده في ارتباك واضح بعد كل ما حدث من تكالب. وهذا استنتاج شخصي أيضا، أن الجامعة لوحت له بشيء ما فصار في حيرة، خصوصا أن الموعد بات قريبا. نحن في فبراير ومارس على الأبواب. مصدر مسؤول من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكد في تصريح حصري أن تصريحات أحد مسؤولي الرياضة بجنوب إفريقيا انتهت فور صدور بيان رسمي من وزارة الرياضة هناك، مشددا على أن الأمر مجرد اضطراب داخلي لا يخص المغرب. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المغرب لو كان سيعتذر عن التنظيم لأعلن ذلك رسميا بالتنسيق مع الكاف، مستغربا إثارة التساؤلات دون أي إعلان رسمي قبل وقت قصير من موعد البطولة. وأشار المتحدث إلى أن تصريحات نائبة الوزير تم الرد عليها ببلاغ رسمي من وزارتها نفسها، ما يعني أن المسألة شأن داخلي ولا يمكن أن يكون المغرب ممثلا في جامعته الكروية ملزما بالتدخل فيه. ومع ذلك كانت جنوب إفريقيا قد أعلنت احتضانها للبطولة بدل المغرب، المقرر تنظيمها بين 17 من مارس و3 من أبريل، قبل أن يصدر بلاغ رسمي ينفي كل ذلك. وقد ذكرت نائبة وزير الرياضة والفنون والثقافة هذا المعطى خلال حفل جوائز هوليوود بيتس سوبر ليج، موضحة أن المسابقة القارية ستجرى في موعدها بمشاركة 16 منتخبا إفريقيا. كما صرحت لإذاعة SABC أن بلادها سارعت لإعلان جاهزيتها بعد إبلاغ المغرب بعدم رغبته في الاستضافة. وهنا يطرح السؤال من جديد: كيف خرجت بهذه الجرأة وقالت إن المغرب اعتذر؟ كما يقال: لا دخان بلا نار. قد يكون الأمر مرتبطا بمطالب شعبية واسعة بعدم تنظيم هذه التظاهرات القارية بعدما وقع من تجاوزات، فأنت تستضيف وتفتح أبوابك وتمنح كل الإمكانيات، ثم يأتي من يحمل الحقد ومن يسعى لإثارة الفوضى في الملاعب ومن يتآمر ومن يسيء ومن يبعث إعلاميين بلا مهنية ومن يحاول استغلال الوضع ماديا. ثم أين الكاف من كل ذلك؟ جمهور يسيء، اعتداءات، إهانات، ومع ذلك العقوبات تنزل على البلد المنظم. لهذا تفاعل آلاف المغاربة مع الورطة التي وجد الاتحاد الإفريقي نفسه فيها بعد أن بدا أن المغرب قد لا يستضيف البطولة في مارس. وانتشرت تدوينات وتغريدات تدعو إلى رفض تنظيم أي بطولة قارية تشرف عليها الكاف، بعدما يعتبر ظلما متكررا، خصوصا بعد نهائي كأس إفريقيا للسيدات 2024 ونهائي الرجال في يناير الماضي. ودعا المغاربة المسؤولين إلى رد الاعتبار للكرة المغربية بعدما وصف بالفضيحة في نهائي الرباط وما سبقه من نهائي السيدات، حيث قيل إن اللقب سلب أمام أنظار الجميع بمن فيهم رئيس الكاف قبل أن تتكرر المهزلة مع المنتخب الأول. الخلاصة التي يرددها كثيرون: كفى من الكاف، لقد سئمنا.